يقول امرأة كانت تضع صبغ الأظافر على أظافرها وتتوضأ دون إزالته، فلما يقول لها الوضوء لا يصح تقول ما في دليل إنما يصح. هي طالبة علم عالمة؟ كلام فاضي. يقول ليست عالمة، مثل واحد يصلي بدون وضوء يقول توضأ، قال لا ما في دليل، أنت جاهل. هذه امرأة جاهلة فتتكلم بالعلم، مثل إنسان جاهل يتكلم بالطب، إنسان جاهل يتكلم بالهندسة، إنسان جاهل يتكلم بالكيمياء، كذلك إنسان جاهل يتكلم في الشرع. لا يجوز هذا الكلام. هذه غير أن صلاتها باطلة آثمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هي تحل ما حرم الله، من سبقها إلى مثل هذا الكلام؟ هذا من الجهل المركب والعياذ بالله. جاهلة ولا تدري أنها جاهلة، فهذه آثمة من وجهين والعياذ بالله.